السلام عليكم. غادي نبداو الفيلم ديالنا بواحد المملكه كبيره في واحد المكان معزول، وبلا كانت واحد اللعنه في هذه المملكه ان البنات اللي ما تزوجوش قبل 18 عام غادي تساداو كقربان لوحش الغابه. ودابا غادي تبان لنا الاميره كريستين بنت الملك ايرين، واللي كانت قربت توصل السن 18 سنه، واللي غادي تقدم لها واحد الامير سميتو فريد اللي بدا كيعاود على البطولات والمغامرات اللي خاضها، ولكن هي ما كانتش حامله. وهنا الملك غادي يجي وغادي يجبرها باش تتزوج به، وغادي يقول لها باننا حنا كنحضروا للزفاف ديالك. تقلقات منه وقررت باش تهرب من المملكه بالحصان ديالها، وهي في الغابه غادي يكون تما واحد الشاب سميتو كاسبر غادي تدوز محداه ويدخل فيه بالحصان ديالها وتطيحو في الواد، ونزلت باش ترقب عليه وتشوفو مالو، وغادي تطيحها في الماء هي باش يفيد الدقه ديالو. ومن بعد غادي يحاول باش يتعرف عليها، ولكن ما غاديش تقول له بانني اميره، بقات كتاكل ليه من الخضره اللي كان شاريها حيت كانت ميته بالجوع. من بعد غادي تركب فوق الحصان ديالها وغادي تكمل طريقها، وحتى هو غادي يرجع بحالو للدار. غادي يلقى خوتو بول وبير كيشتغلوا في تقطيع الاخشاب، وطلبوا منه باش يساعدهم، وغادي يقطع كلامهم باهم اللي سول كاسبر وقال لي فين هي الخضره اللي صيفطتك باش تجيبها. عاود ليهم على البنت اللي شافها، ولكن باه ما سوقش لكلامه وقال له يا عوج الصخره، حيت ديما فين ما كيسخروا شي حاجه ما كيديرهاش. وغادي يقول له رد بالك من البيت، حنايا وخوتك غادي نمشيو للغابه باش نصيدو. وباش مشاو كاسبر غادي يدخل للبيت وغادي يجلس قدام العافيه وبدا كيدفى، وفجاه غادي يسمع واحد الصوت اللي تخيل منه بانه كاين شي عملاق على برا، وغادي يهز واحد الحديده كانت في يدو وغادي يبدا كيشير بها بحال باغي يخوف داك الكائن بها. ولكن لسوء الحظ الحديده اللي كان شادها كانت فيها العافيه، وغادي تنوض العافيه بواحد القنص، بغا يطفيها ولكن ما قدرش، وفي التالي غادي يهرب على برا وغادي يبدا كيتفرج في العافيه وهي كتاكل ليه في الدار. ونرجعوا لكريستين وهي غاديه في الغابه، وفجاه غادي تسمع واحد الصوت قوي، وهنا الحصان غادي يخاف وغادي ينقز، وهي غادي تطيح عليه وغادي يهرب ويخليها. وحتى هي حاولت باش تهرب، ولكن غادي يوقف قدامها العملاق اللي تخلعت منه بزاف وغادي تلقاها بواحد الغوته. وفي اليوم التالي غادي نرجعوا للاب هاري والاولاد ديالو اللي غادي يتصدموا ملي شافوا البيت محروق. غادي يجي كاسبر ويبغي يعاود البوا على العملاق، ولكن با ما كانش باغي يسمع حتى صوته. وفي هذه اللحظه غادي يوصل عندهم الامير فريد والجنود ديالو، وخليهم بانني كندبر على الاميره، وعاودوا ليهم على المواصفات ديالها. وهنايا كاسبر غادي يعرف بانها البنت اللي قابلها في الغابه اللي بدا سارح في التخمام. وهنايا الامير فريد غادي يرد معاه البال، وغادي يعرفوا بانه عنده شي حاجه مخبحها، واللي عرفهم بان الاميره هي الخطيبه ديالو، وبالله من بعد ما غادي يتزوجها غادي يكون هو وريث العرش وغادي يولي الملك في المستقبل. وعلى هذا الشيء خاصهم يساعدوه باش يلقاها. هاري هنايا غادي يعطي بولو بير ولادو الفلوس باش يمشيو يقلبوا عليها، وغادي يقول كاسبر انت ممنوع باش تمشي تقلب عليها، وعييتيني من المصايب اللي كدير فيها. تقلق كاسبر ولكن غادي يمشي مور خوتو باش يعاونوهم. وفي الطريق بدا كيهز اي حاجه لقاها بحال واحد المرايه مهرسه وواحد القوده قديمه. خوتو كانوا مضايقين من داكشي اللي كيدير حيت كان كيجيهم بحال شي حمق. وفجاه كاسبر غادي يسمع صوت شي واحد كيطلب المساعده، واللي خوتو ما كانوا سامعين والو، ولكن هو غادي يقرر باش يمشي مور الصوت حتى غادي يوصل لواحد الساحر عجوز والنيب ديالو لاصق بواحد الشجره. كاسبر ساعدو، وهنايا الساحر غادي يقول ليه طلب اللي بغيتي حيت نقدتيني حتى انا غادي نعطيك مكافاه. كاسبر قال لي بانني كنقلب على الاميره. الساحر قال لي بان ملك الجبال هو اللي خداها وراه عنده دابا في الكهف ديالو، ولكن باش تقدر تاخذها منه خاصك تقتلو، وهذا الشيء بطبيعه الحال ما غاديش تقدر ديرو الا كان عندك السيف السحري حيت هو السلاح الوحيد اللي يقدر يقتل ملك الجبال. وغادي يعطيه واحد الخريطه سحريه باش تساعدو في الطريق. انا كاسبر باش فتحها لقاها خاويه. الساحر قال ليه خاصك حتى تفكر في شي حاجه عاد باش ترسم ليك تما الطريق ديالها. غادي يكمل طريقه كاسبر وهو عازم باش يلقى الاميره باي طريقه. وفي الطريق غادي يلقى الشوكه اللي كانت في شعر الاميره، واللي غادي يبان لينا بانه كان واقف على بصمه الرجل ديال العملاق، ولكن ما ردش بالو منها وكمل طريقه. ونرجعوا للقصر اللي كانوا الملك والملكه مخلوعين على بنتهم. شويه غادي يدخل عليهم واحد الحارس اللي غادي يقول لهم باننا لقينا الحصان ديال الاميره في الغابه وحتى السلام ديالها، ولقينا في الجانب ديالو واحد السن كبيره. وهنايا غادي يفهم الملك بان السن كترجع لملك الجبال، وهكا غادي تتحقق الاسطوره وانه هو اللي خدا بنته وغادي يتزوج بها. ونرجعوا للاميره اللي كانت في واحد المكان بحال الكهف ومعها مجموعه ديال الاغنام، وكانت كتقلب على شي مكان باش تهرب منه ولكن ما لقاتش. وفي اليوم التالي غادي نشوفوا بول وبير ماشيين في الغابه وميتين بالجوع، ولا غادي يلقاو واحد السله فيها واحد التفاح خريب، ولا ما يفكروا بداو كياكلوا منه اللي جاهم الطعم ديالو لذيذ بزاف وبداو كياكلوا بشراسه. وفجاه غادي يخرجوا ليهم واحد البنات اللي قالوا ليهم بان هاد التفاحات ديالنا وعندنا في المنزل مأكولات كثيره ويمكن لكم تاكلوا منها، وغادي يمشيو معاهم للمنزل. واللي في هذه اللحظه كاسبر كان متبع الطريق اللي عطيها ليه الخريطه. فجاه غادي يلقى خوتو ماشيين مع البنات، تبعهم وغادي يلقى حتى هو في الطريق واحد التفاحه اللي غادي ياخذها وغادي ياكلها. ودخل موراهم للكاف اللي غادي يلقى واحد المكان بحال الجنه، خوتو كياكلوا من الفواكه ديالها. جلس وبدا كياكل معاهم، ولكن فجاه غادي يحس بشي حاجه غريبه وماشي تاليه، بلا الاكل كيتحول لدود وحتى عينين البنات ولا الشكل ديالهم كيخلع. وهنا غادي يعرف بانهم ساحرات وبان التفاح الذهبي هو اللي خلاهم كيبانوا في صوره زوينه. ووقف الماكله شويه بشويه ولاو كيبانوا ليه في الوجه ديالهم الحقيقي. بدا كيوضح لعند خوتو بانهم ساحرات
ولكن ما كانوش كيسمعوا ليه حيتاش كانوا تحت تاثير السم، وغادي يجمع معاهم بواحد جوج تصرفيقات اللي غادي يفيقوا، وناس الساحره تبدا كطاردهم، بغاو يسدوا عليهم الباب ديال الكهف، ولكن في اخر لحظه غادي يقدروا يخرجوا. بداو مكملين طريقهم في الغابه اللي بول غادي يقول لي بانني شك في وجود ملك الجبال وبانها غير اسطوره وصافي، ولكن كاسبر غادي ياكد لي وقال لي بان ملك الجبال كاين وديال بصح وكيظهر غير بالليل وما كيبانش بالنهار حيتاش الضوء ديال الشمس الا ضرب فيه غادي يتحول لحجاره. ونرجعوا لكريستين اللي كانت كتحاول تقلب على شي مكان باش تهرب منه. شويه وغادي تشوف اليد ديال العملاق داخله لعندها وغادي ترمي لها واحد القطعه د اللحم كبيره باش تاكل منها. خداتها ودارت نسها كتاكل منها باش ما يأذيهاش ويشك فيها بانها باغا تهرب. ونرجعوا لكاسبر وخوتو اللي كانوا تا هما جيعانين ومشاو لواحد المطعم اللي لقاوه في واحد القريه باش ياكلوا فيه، وبالصدفه غادي يكون فريد والحراس ديالو في نفس المطعم. ولا غادي يشوف كاسبر هو كيوري لعند خوتو الخريطه اللي عنده، وغادي يمشي عنده فريد وقال ليه بانكم الا ساعدتوني غادي يعطيكم بزاف ديال الفلوس، وعطاهم رزمه ديال الفلوس باش يعطيوه الخريطه. وهنايا خوتو بول وبير فرحوا بزاف بديك الفلوس، ولكن كاسبر ما كانش باغيها ورفض باش يعطيه الخريطه. وهنايا فريد غادي يامر الحراس ديالو باش يحيدوها له بالسيف. كاسبر غادي يبدا كيدابز معاهم، خوتو غادي يزيدوا يتعاونوا معاه وغادي يقدروا يتغلبوا على فريد ورجالو. بقاو هاربين في الغابه وفريد والحراس سابعينهم حتى وصلوا لواحد الحافه ديال الجبل. فريد غادي يبدا كيضحك عليهم حيت قبطهم، ولكن ما كانوش ساهلين وغادي ينقزهم الراس ديال الجبل. باش خرجوا الخوت ثلاثه من الواد خوت كاسبر بداو كيدوروا فيه وقالوا ليه علاش ما جديتيش الفلوس، حيت ديك الفلوس كانوا قادرين باش يعاودوا يوليو يبنيو بيتهم من جديد بيها. واللي قال لهم انا ما باغيش الفلوس ولكن باغي نقد الاميره، وبداو كيضحكوا عليه وقالوا ليه بين لك الا كنتي كتظن بانك الا نقدتي غادي تتزوج بها بحال الحكايات راكي كتحلم. بير غادي ياخذ منه الخريطه ويكملوا طريقهم، وفي الطريق كاسبر غادي يلقى واحد الهيدوره ديال الدب وغادي ياخذها معاه. ونرجعوا للاميره كريستين اللي ملك الجبال بغى يمسها بيدو، ولكن غادي تشد واحد الحجره وغادي يضربوا ليها وغادي يتسلسلوا ما بين يديه وغادي يشدها وغادي يبقى معلقها من رجليها. وهذه كانت اول مره فين غادي تشوف الجسم ديالو كامل، وتصدمت من الضخامه ديالو وتاكدات بانها غادي يكون صعيب عليها باش تهرب منه، ولكن غادي تضطر تخدم معاه الحيله. وقالت ليه بانني انا عارفك انك باغي تتزوج مني، وقالت له انا اميره وضروري خاصني نلبس فستان الزفاف في عرسي. واللي فهم كلامها وغادي يقرر باش يردها للكامل وما كلاهاش. ونرجعوا لكاسبر وخوتو اللي متبعين الطريق اللي مرسومه ليهم في الخريطه، حتى غادي توصلهم لواحد المكان غريب ونازله فيه الدبابه لدرجه ما كيبانش بنادم اللي قدامه. كاسبر هنا غادي يتلف على خوتو اللي غادي يوصل ليهم فريد هما ورجالو وغادي يقبطوهم. نرجعوا لكاسبر اللي وصل للمستنقع اللي فيه السيف السحري، ولكن بديك المستنقع كان واحد الوحش اللي ما شافوش كاسبر وغادي ينقص في الماء، اللي غادي يلقى في الماء واحد الحاجه كتلمع وغادي يمشي ليها وغادي يعرف بان لها السيف وغادي يهزو ويجي خارج. الوحش غادي يظهر له اللي غادي يخاف منه كاسبر وغادي يطلق السيف من يديه، ولكن غادي يولي يتشجع وغادي يشد السيف وغادي يقضي على الوحش وغادي يولي يخرج من الماء بسرعه. اللي باش خرج غادي يشوف فريد وهو شاد خوتو، غادي يبدا كيفكر بشي خطه باش ينقذهم، اللي غادي يلبس الهيدوره ديال الدب باش يخلعهم. شافوه هما يتخلعوا منه حسبت ليهم دب، ولكن غادي يدخل بحارس وغادي يطيح اللي غادي يعرفوا بين لا كاسبر وغادي يردوه مع خوتو. وفي الليل وهما كيرتاحوا شاعلين العافيه، فريد والجنود ديالو غادي يبداو كيستهزئوا بكاسبر وخوتو حيت كانوا عارفينهم ميتين بالجوع. حتى غادي يسمعوا الصوص ديال ملك الجبال اللي فريد والحراس ديالو غادي يهربوا وغادي يخليو كاسبر وخوتو تما. اللي كنشوفوا كاسبر هو كيحاول يقطع الحبل بواحد الحجره كانت حداه، لدرجه تقرب ليهم ملك الجبال عاد قدروا يفكوا راسهم وهربوا. ولكن بول حيتاش كان جيعان بزاف غادي يقرر باش يرجع يهز الماكله، ولكن ملك الجبال تبع الخطوات ديال فريد ورجالو حيت كان كيتبع ريحه الاكل اللي كانوا واكلينها اللي غادي يقضي على الحراس. وفريد غادي يتعلق في واحد الشجره، ولكن الوحش كان ضخم وغادي يقلع الشجره من الجدر وغادي يديرها فوق كتافو وياخذها معاه، ولا غادي يتبع الريحه ديال الاكل اللي كانت مع بول حتى هو وغادي ياخذو معاه للكهف. ولكن للاسف كنشوفوا كاسبر وخوه ما قدروش ينقذوا خوهم، وانا كنشوفوا كاسبر هو كيلوم راسو لانه هو السبب حتى مشى خوه. ولكن خو غادي يقول لي بانك ماشي انت السبب، وبالعكس انت هو اللي نقدتينا من الساحرات وانت الوحيد اللي كتقدر تقرا الخريطه. وقال لي بانك انت ماشي فاشل كما كنا كنظنوا، وغادي يواعدوا باش ينقذ معاه الاميره. وغنرجعوا لملك الجبال اللي غادي يرمي بول وفريد في الكهف مع الاميره باش غادي يشوفها. فريد غادي يعنقها وقال ليها بانني كنت مخلوع عليك وعيت ما نقلب عليك وعرضت حياتي للخطر من اجلك. غادي تعصب منه فريد وغادي يقول ليها راه ما كيبغيكش، ولكن هو يبغي المنصب اللي غادي ياخذو بسببك وانه غادي يولي الملك، بانه سرق الخريطه من كاسبر اللي كيبغيك ديال بصح وعرض حياته من اجلك للخطر. اللي غادي تقلق بزاف من فريد وغادي تهز واحد الحجره وغادي تسمي يخلو الراس. وفي هذا الوقت كاسبر غادي يكون لقى السيف اللي طاح من فريد وغادي يبدا كيجمع فيه رقات مضيئه باش تضوي لهم الطريق حيت كانوا مقررين باش يكملوا طريقهم بالليل. بقاو متبعين الطريق اللي رسمه ليهم الخريطه حتى غادي يوصلوا للكهف. وباش غادي يدخلوا كاسبر غادي يعرف راسو بانهم غادي يتلفوا في الغار، غادي يربط في مدخل الكهف خيط باش يتبعوا الاثار وما يتلفوش. وفجاه كاسبر غادي يطيح في واحد الحفره اللي بير غادي يساعدو وغادي يطلعوا منها. اللي كريستينا وبول كانوا بديك الحفره وبداو كيعيطوا عليهم
خرجوهم من الحفره وبداو متبعين الطريق باش يخرجوا بحالهم، ولكن لقاو ملك الجبال ناعس في المدخل. كريستينا غادي تنقز هي الاولى على الديل ديالو ومرات بسلام، غادي يتبعوها واحد مورا واحد حتى جا الدور ديال فريد اللي غادي يطمنوا على ديلو وغادي يفيق وحش الجبال اللي بداو هاربين منه بسرعه وقرروا باش يطلعوا الراس ديال الجبل حيت عارفينه كيخاف من الضوء ديال الشمس وما غاديش يقدر يتبعهم. ولكن اللي سوء حظهم الشمس كانت مازال ما شرقت. فريد غادي يعيا في الطريق وغادي يتخبع في واحد الحفره، ولكن هما غادي يكملوا حتى وصلوا للراس ديال الجبل اللي غادي يلقاو العملاق كينتظرهم تما حيت كان عارف الطريق مزيان وسبقهم. قبل ما يهجم عليهم كاسبر غادي يضربو بالسيف اللي غادي يحيدوا ليه وغادي يبدا كينزل فيه بالدق. بول غادي يتعاون مع خوه اللي غادي يضرب العملاق بالحجاره، ولكن غادي يشاركهم بجوج وغادي يبدا كيوبخ فيهم اللي كان معول باش يقضي عليهم كاملين. ولكن الاميره بدات كتشتت الانتباه ديالو وكتشير ليه بيديها، وهنا غادي تفكر كاسبر المرايه اللي معاه وغادي يطلعها وغادي يعكس ضوء الشمس على ملك الجبال اللي غادي يتحول للحجاره. والاميره كريستين غادي تضربو بغضب حتى غادي تفرتنو ولا غادي تكون قضات عليه نهائيا. ونرجعوا لفريد اللي كان تايه في الغابه وغادي يتلاقى مع الساحر اللي غادي يسولوا فين هي الطريق ديال القصر، ولكن الساحر مرتاحليش وعرف بان قلبو كحل وغادي يوريه الطريق الغلط اللي كتدير الساحرات. فهاد اللحظه كاسبر وخوتو غادي يكونوا ردوا الاميره للقصر اللي فرحوا والديها بزاف، واللي الملك غادي يعطي الحريه لعند بنته وقال ليها غادي تزوجي اللي بغيتي، وغادي يعطي عند كاسبر وخوتو مكافاه كبيره اللي غادي ياخذوها وغادي يرجعوا لعند الاب ديالهم. كاسبر غادي يشد المكافاه وغادي يعطيها لعند الاب ديالو اللي قال له هذه غادي نبديو بها البيس ديالنا. لكن الاب ما كانش مسيخ بان كاسبر هو اللي جاب هاد الفلوس وغادي يعنقوا، وهما كيتعاونوا على بناء البيس ديالهم الجديد. كريستينا غادي توصل عليهم غادي تطلب من كاسبر باش يتمشاو مجموعين لان عرفوا بانها معجبه به. وفي هاد اللحظه كان فريد تلاقى مع الساحرات وكياكل من التفاح الذهبي اللي غادي ياخذوه معاهم للكهف. وهكا غادي نكونوا سالينا القصه ديالنا. ما تنساوش ديروا جيم وكومونتير وديروا المتابعه باش يوصلوكم قصص جداد. والسلام عليكم.